السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل فراخ مشوية في البيت. حاجة طبعا مش قادرة اقول لكم الجمال والطعامة والنظافة في نفس الوقت، ومكوناتها بسيطة جدا. هنجيب بولة نحط فيها نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الجنزبيل، نص معلقة من الكزبرة، وهنحط نص معلقة من بهارات الدجاج، وربع معلقة من الحبهان المطحون، ومعلقة من الزعتر المجفف، ومعلقة كبيرة من الكاري. طبعا الكاري دوت روح الفراخ طبعا، ومعلقة من البابريكا. وهننزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاتشب، وبرضو معلقة كبيرة كده من المستردة، ومعلقة عسل أبيض كبيرة. العسل بيديها لون وطعامة كده بين الحاجة الحادقة والحاجة المسكرة. وهننزل بقى بمعلقة ونص كبيرة كده من الملح الأبيض، ومعلقة زيت كبيرة، ومعلقة خل. دي كل مكونات تتبيل الفرخة المشوية بتاعتنا يا جماعة. وليمونة كبيرة كده نعصرها بتديها مزازة كده وطعم حلو. بس مش هنزود اي حاجة. دي التتبيلة بتاعتنا كلها. احلى تتبيلة فراخ مشوية ممكن تعمليها وتجربيها في البيت، هتعجبك جدا جدا، وما فيهاش اي يعني افتكاسات ولا اي حاجة. دي الفراخ بتاعتنا غسلتها ونقعتها في المحلول بتاعها وطلعتها صفيتها كويس. نبدأ بقى نعمل فتحات كده اهوت في الفراخ، ندخل فيها بقى التتبيلة وتستوي معانا بسهولة، وتحسي ان التتبيلة كده بتتوغل كده جوه الفراخ، تديها بقى طعم حلو. اللحم نفسه تحسي ان طعمه كله واخد من التتبيلة بره ومن جوه، وتستوي معاكي بسهولة. دخلي كده اهوت التتبيلة كده في الفتحات، وقلبت الفرخة طبعا، بديت اتبلها من بره ومن جوه. الفراخ اتبلت معانا، جبت الشبكة وتحتيها الصينية بتاعتها عشان هنبدأ نحطها في الفرن. طبعا انا كنت عاملة هنا فرختين، يعني الفرخة حوالي 2 كيلو، تبقى معقولة وتستوي على طول. وممكن لو عايزاها 1.5 كيلو، بس انا بحب الفرخة تكون كبيرة شوية كده ولحمها كتير. حطيت في الصينية مية دافية علشان تدي طراوة كده للفراخ ما تنشفش معانا، وهناخدها على الفرن على درجة حرارة 250. خدت معانا 1.5 ساعة بالظبط، وطلعت زي ما انتوا شايفين كده، ولا اطعم فراخ تجيبيها من بره، وحاجة معمولة في البيت نظيفة وجميلة وانت عاملاها بايديكي. وطبعا اللحم دايب كده والطعم جميل. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتركوا في قناتي يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.